طيب إحنا كده هنرجع تقريبًا أكتر من 30 سنة. أوكي. في نهائي جامعة تقريبًا، بدأت كمتداول أو كمستثمر في البورصة. أفتكر كان سهم بنك مصر الدولي، كان قيمته 400 جنيه تقريبًا. وكان إخواتي مستثمرين في البورصة، فمن خلالهم بدأت أعرف يعني إيه بورصة ويعني إيه شِرا ويعني إيه بيع. فدي كانت أول صفقة عملتها وكسبت فيها كويس جدًا، فالموضوع شجّعني بعد التخرُّج، وبدأت أتداول في البورصة. إمم. وكان في الوقت ده كان في طروحات كتير جدًا على أجزاء، بنتكلّم في مدينة الإنتاج الإعلامي، بنك بني سويف للأسمنت، شركات كتير جدًا كانت بتطرح على أجزاء. إمم. وكان أي حد يقدر إن هو يخُش يكتتب، لإنه كان بيدفع ربع القيمة فقط في البداية، إمم. وممكن بعد ما يدفع ربع القيمة ده يبيعها ويكسب من خلالها أرباح. فده حصل معايا فترة كبيرة، لحد ما بدأت أخُش الموضوع كاحتراف أو كامتهان، إمم. كمهنة يعني. فبدأت أشتغل في المجال دوّة، وبدأت بقى كبروكر، وسافرت دبي فترة إلى حدٍ ما. الأوضاع سنة 2005 تقريبًا، إمم. وثم عُدت لشركة أصول اللي أنا ما زلت متواجد فيها دلوقتي ما يقرب من 21 سنة، إمم. عضو منتدب للشركة القابضة. وأول صفقة كانت لحضرتك هي اللي خلّتك تحب طبعًا المجال كان ده زي ما إيه؟ أنا ذكرتها، كان بنك إمم. مصر الدولي. إمم. كان السهم قيمته تقريبًا 400 جنيه على ما أتذكر، إمم. وحقق مكسب ما يقرب من 100%. إمم. فطبعًا كان حاجة جميلة جدًا وكويسة جدًا بالنسبة لي، شجعتني إن أنا أستمر في الاستثمار فيها. وكان ساعتها بداية العمل الفعلي للبورصة، وبداية طرح بعض الشركات، وبدأت ساعتها بعديها شركة المحمول تطرح، كان لو نتذكر، إمم. وبنك تنمية الصادرات والمطاحن إلى آخره. فكان ساعتها كان في أرباح بتُحقق كبيرة جدًا، لإن ما كانش في متداولين كتير، وما كانش في الغالبية يعلم يعني إيه بورصة، يعني إيه شِرا، ويعني إيه بيع. فالوقت دوّة كان وقت الكثير حقق منه أرباح كتير جدًا. وطبعًا من خلال دخولي بدأت أمتهن البورصة نفسها. إمم. استهواني العمل، كل يوم في طلوع، كل يوم في انخفاض، فبتعيّشك في حالة من تشوُّق هتنتهي على إيه؟ هل أنت هتنجح في توقُّعك أو قرارك بالنسبة الأداء اللي بيتم، أو مش هيحصل؟ فكل يوم بيبقى في مستحدثات جديدة، فبتعيّشك في جو في شوق للعمل. يعني الواحد بيبقى الجلسة بتخلص أو بنبقى في نهاية الأسبوع، طب ده في أجازة يومين هنعمل فيهم إيه؟ فإحنا إمم. عايزين كل يوم يبقى في مستجدات، يبقى في مستحدثات، هل أنت رؤيتك صح، هل مش صح؟ ف ف فكانت بتدّينا حافز للشغل. وفي نفس الوقت طبعًا مع مرور الوقت طبعًا اشتغلت تقريبًا كل الposition اللي موجود في المجال، broker، head of trader، مدير فرع، لحد ما وصلت عضو منتدب للشركة القابضة أوكي. عندنا، اللي هي بتمتلك مجموعة شركات منها شركة سمسرة إمم. وبنك حفظ وإدارة محافظ وإلى آخره. بس.